مساء الخير على حضراتكم، تحياتي ليكم وفيديو جديد وحلقة جديدة من أخبار وكواليس النادي الأهلي. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات ولايك وشير علشان المعلومة توصل لغيرك بإذن الله. هبدأ مع حضراتكم على السريع يا جماعة بخصوص قصة يحيى عطية الله. ما علمته واللي وصلني حتى الآن إن النهاردة الأستاذ خالد مرتجي ووفد من إدارة النادي الأهلي في المغرب. من ساعات الناس سافرت المغرب علشان تحصل على توقيع اللاعب يحيى عطية الله. وطبعا كل الناس عرفت كواليس ان نادي سوتشي الروسي مش موافق على الاعاره وعايز يبيع اللاعب، واللاعب طبعا كان يعني اتمرد على النادي حوالي اسبوعين، واستغل حته ان النادي في حال هبوطه للدرجة الثانية يحق ليه فسخ التعاقد مع دفع الشرط الجزائي اللي هو 500,000 دولار. كواليس كتير، ولكن ما علمته ان إدارة النادي الأهلي بتخلص في يحيى عطية الله، وخلال الساعات القادمة ممكن بعد مباراة بيراميدز أو بالكتير بعد مباراة النادي المصري هيكون اللاعب داخل القاهرة لإجراء الكشف الطبي عليه وحسم الصفقة رسميا. ده بالنسبة لقصة يحيى عطية الله. يحيى عطية الله يا جماعة بنسبة كبيرة أهلاوي مفيش كلام، واحنا قلنا الخبر ده، ولكن النادي الأهلي برضو بيصدر ساعات حاجات، وده نجاح إدارة. يعني بيحاول يكون عنده سرية كويسة على الصفقات وتقدم شديد. ممكن حاجات كتير بتظهر للإعلام وحاجات كتير بتظهر للسوشيال يكون وراها عصفورة شغالة بتحرك الناس لحاجات تانية، ولكن يحيى عطية الله إن شاء الله أهلاوي، وخلال الساعات القادمة هيتم حسم الموضوع. بالنسبة كهربا يا جماعة حتى الآن مفيش غير عرض واحد رسمي من نادي الرياض السعودي لشراء اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مقابل $1,000,000. اللي انا بقول لحضرتك عليه ما فيهوش كلام، بقول لحضرتك معلومة ومصدر وخبر موثوق منه 1,000,000%. كهربا العرض اللي عند إدارة النادي الأهلي دلوقتي من نادي الرياض السعودي شراء اللاعب وليس إعارة ب$1,000,000. بالنسبة للإدارة الله أعلم هل هتوافق، اللاعب هيمشي، دي حاجات كلها احنا ما نقدرش نحكم فيها، ولكن احنا بنوصل لحضراتكم المعلومة اللي بتوصلنا. الشناوي مفيش. الوحدة السعودي النهاردة أعلن عن تعاقد مع حارس سنه 27 سنة أوروجواني من أوروجواي. تمام يا جماعة كده؟ تمام. هروح مع حضراتكم لحاجة تانية الناس بتتكلم فيها النهاردة. أليو بادجي طبعا النادي اللي هو بيلعب فيه الفرنسي أعلن إفلاسه وعارض اللاعيبة للبيع. وما علمته واللي وصلني عن طريق حد حاولت استفسر من ناحية إدارة النادي الأهلي، قالوا إن حتى الآن بادجي ما كانش في الحسبة ولا كنا نعرف اللي هيحصل دلوقتي. حتى الآن نادي الأهلي شغال على المهاجمين اللي هي كان حاطط أولوياتهم، وأول مهاجم رقم واحد هو كيفن كارلوس اللاعب اللي هو قلنا نيجيري الأصل وجنسيته أسبانية وبيلعب في روسيا. ده رقم واحد. طيب يا جماعة هل بادجي ممكن؟ قالوا ممكن، ولكن اللي مطمن اكتر ان مرة برضو مارسيل كولر شكر فيه، ولكن حتى الان مفيش بادجي. ممكن يبقى خيار مطروح ومحطوط على جنب فيما بعد لو لا قدر الله حصل اي حاجة في التفاوضات ايا كانت. هنشوف الساعات اللي جاية ان شاء الله هيحصل فيها ايه. وبرضه يا جماعة كان في ناس كتير اتكلمت عن اللاعب نضاي نيانج اللاعب السنغالي المهاجم المرشح للنادي الاهلي. ده من ضمن الناس اللي انطرحت، ولكن لو انت عندك 1 2 3 4 ده اللي محطوط الخامس، ولكن كلام حتى الان مفيش ولا اساس له من الصحة.
تحياتي ليكم، ان شاء الله اكون مع حضراتكم متواجد بكل الاخبار الجديده، والسلام عليكم ورحمه الله.